السلام عليكم. النهارده يا جماعة إن شاء الله هندّي نصيحة لطلابنا الموجودين في سنة 1 اللي خلّصوا أكتر من 6 محاولات. أول ما تخلّص 6 محاولات يا جماعة قبل ما تخش المحاولة السابعة اعمل حاجة اسمها send score. هتعمل send score دي هتستلم الدرجات بتاعتك القديمة ديّة ورقيًا. يعني إيه ورقيًا؟ يعني أنت تروح الأمديست بتاع القاهرة أو إسكندرية، هتعمل send score عليهم وتستلم بعد من 6 ل8 أسابيع هتاخد ورقة درجاتك القديمة. ليه باعمل كده؟ عشان أحتفظ بكل الدرجات القديمة بتاعتي. الدرجات بتاعتك مش لازم تضيع منك، إلا لو أنت جايب درجات بعد كده هتبقى أفضل. السيستم بتاع الكوليدج بورد بيتيح لك إن أنت يبعت لك send score إلكتروني لآخر 6 محاولات. يبقى أنا عندي 6 محاولات بس آخر 6 هيتبعتوا. طب يا مستر أنا عندي محاولات قديمة عايز أحتفظ بيها، يبقى هتعمل اللي أنا قُلته. عشان تحتفظ بالمحاولات القديمة. هل التنسيق المصري بيقبل الحاجات الورقية؟ آه طبعًا بيقبل الحاجات الورقية، ما عندكش أي مشكلة خالص. بس كل اللي هتعمله هتتعب شوية، هتروح المكتب التنسيق الرئيسي وهتقول لهم يا جماعة آدي الدرجات بتاعتي أهيّة، أنا كنت عامل درجات قديمة عندي كويسة أحسن من الجديدة، فاتفضل أدي الورقة أهي بتاعتي أهيّة، حُطّها معاك في في الملف بتاعي. هيستلمها منّك وهيحطها معاك، ما عندكش أي مشكلة. أنا عارف طبعًا إن في نفس المشكلة موجودة في امتحانات الEast 1 وEast 2. المشكلة دي يا جماعة هتتحل. يعني ليه؟ لإن الامتحانات ديّة already موجودة يعني تقريبًا اللي عاملينها السيستم مصر كلّه في قلب بعض، فغالبًا المشكلة دي هتتحل قريب جدًا ومش عايز الناس تقلق من الجزئية دي. المشكلة ديّة هم قلّدوا السيستم بتاع الكوليدج بورد بدون مراعاة لحاجات كتيرة كانت موجودة ما خدوش بالهم منها. أعتقد المشكلة دي هتتحل قريب وما فيش فيها أي مشكلة للطلاب اللي امتحنت الامتحانات الEast وامتحان السات المصري زي ما إحنا بنسميه. أنا مستني أي أسئلة أو أي استفسارات ممكن حضراتكم تكتبوا لنا في الكومنتات وإحنا هنرد عليكم إن شاء الله. شكرًا للجميع وأتمنى أكون قُلت نصيحة أفادت الطلاب بتاعتنا. شكرًا.